كل الناس بتتعامل مع الفلوس. حتى الطفل اللي عنده 7 سنين أو 8 سنين بياخد مصروف من أمه أو أبوه عشان خاطر يشتري الحاجة اللي نفسه فيها. ويبتدي الوعي المالي عند الإنسان يتكون واحدة واحدة لحد ما نوصل لسن خلاص خلصنا دراستنا ونبتدي فيه الحياة العملية بتاعتنا، فبندور على وظيفة بمرتب ثابت عشان خاطر نقدر نستقل ماديا ونبتدي نكون نفسنا. وكلنا عدينا بنفس المرحلة دي أو إن أنت لسه بتعدي بالمرحلة دي، فهو ده الطريق اللي احنا كلنا أخدناه. هنا الإنسان بيفكر في الفلوس بشكل مختلف خالص، وبيفكر إن هو محتاج فلوس أكتر، محتاج عنده احتياجات أكتر، عنده رغبات أكتر، إن هو لازم يكون مبلغ أكبر عشان يلبيها ويوفي احتياجاته ومصاريفه دي كلها. فكل ما الإنسان بيكبر في السن احتياجاته ورغباته بتزيد. عشان كده احنا بنفكر في الفلوس بشكل مختلف. في الوقت ده انت بتفكر انك ازاي تبقى غني، فبنفكر في الغنى. وبيتكون عندنا المفهوم بتاع الغنى ان انا لازم يكون عندي عربية، ان انا لازم اكون عندي شقة مثلا ملكي انا، ان انا لازم استقل بنفسي، لازم يكون عندي رصيد في البنك. لكن مفهوم الغنى بيبقى مختلف من شخص للتاني، على حسب عمره، على حسب بيئته، على حسب احتياجاته، على حسب ثقافته هو بيفكر في الغنى ازاي او بيفكر في الفلوس ازاي. يعني مثلا انا لو جبت مثلا شاب عنده 20 سنة ولا 21 سنة، اديته مثلا 100 ألف جنيه، ال100 ألف جنيه دي هل هي بالنسبة له غنى ولا لأ؟ ممكن يكون هو احتياجاته قليلة خالص أو رغباته قليلة خالص، فبالنسبة له 100 ألف جنيه دي كافية جدا ويمكن زيادة عن الكافي كمان. لكن تعال بقى لنفس السن لشاب 21 سنة برضو، اديته 100 ألف جنيه لكن هو عنده احتياجات وعنده رغبات أكبر بكتير من ال100 ألف، فبالنسبة له هو مش غني خالص. زي ما قلت لك مفهوم الغنى هو مختلف من شخص للتاني، وممكن يكون مفهومك انت عن الغنى غير مفهومي أنا، لأن بيختلف زي ما قلت لك عن احتياجاتك ورغباتك، ودي مختلفة ما بين الأفراد وما بين كل البشر. فمفهوم الغنى هنا هو مفهوم بيتوقف على الشخص ذات نفسه. انت شايف الغنى ازاي؟ من فترة قريبة ظهر مصطلح جديد وهو مفهوم الحرية المالية. كده بقى احنا عندنا مفهومين، مفهوم الغنى ومفهوم الحرية المالية. طيب الغنى انا كنت فاكر ان هو يكون عندي عربية، ان انا يكون عندي شقة، ان انا اكون مستقل ماديا بعيد عن البيت او بعيد عن الاسرة، ان انا بصرف على نفسي وبكون نفسي، سواء بقى انا استمريت في وظيفتي واتجوزت، خلاص اتجوزت وخلفت وبقى عندي اولاد. كل الحاجات دي كلها انا خلاص معيشهم ميسورين الحال، المرتب بتاعي بيكفي احتياجاتي واحتياجات الاسرة اللي انا كونتها. فهو ده مفهوم الغنى. ممكن يكون عندك انت مفهوم غنى اكبر من كده، لكن الدارج والعام ان هو مفهوم الغنى كده، ان هو استغنى خلاص، اكتفى بالمرتب اللي هو بياخده، اكتفى بالمصدر الدخل اللي بيجيله ده، وبيقدر يعيش منه عيشة كويسة. لحد ما ظهر المفهوم بتاع الحرية المالية، وبقينا متلخبطين، مش عارفين الفرق ما بين الغنى وما بين الحرية المالية. مش عارفين الفرق ما بين ان الانسان يكون غني او الانسان يكون حر ماليا. فبقينا نمشي في طرق احنا مش عارفين الطريق ده هل هو طريق الغنى ولا طريق الحرية المالية. فانا لما فكرت في الحرية المالية فكرت ان فعلا ان الفلوس هي بتشتغل من اجلي انا، مش ان انا بشتغل من اجل الفلوس. يعني ايه بشتغل من اجل الفلوس؟ ان انا بصحى الصبح اروح الشغل 8 ساعات او 10 ساعات ايا كان الفترة اللي بقضيها في الشغل قد ايه، باخد اخر الشهر مرتب، المرتب ده بيكفيني يكفي مصروفاتي. ده انا كده شغال من اجل الفلوس. طيب الفلوس تشتغل من اجلك ازاي؟ يعني مثلا انا راجل مؤلف كتب، مؤلف قصص، الفت قصة او الفت كتاب ورحت لدار نشر، اقتنعت بالفكرة واقتنعت بالقصة والمحتوى بتاعها وقررت ان هي تطبع وتنشر الكتاب وتوزعه. فاتوزع الكتاب وحقق مبيعات كويسة، وكنا متفقين على نسبة ربح معينة. نسبة الربح دي بتبعتها لي المطبعة او دار النشر. فبالتالي ده اسمه دخل سلبي، لان انا تعبت في كتابة الكتاب ده مرة واحدة بس، انا تعبت في القصة دي مرة واحدة بس، وبعد كده بقى بيجي لي دخل منها بدون اي مجهود. خلاص مش انا اللي بعمل المجهود ده، لكن انا عندي منتج موجود في السوق، المنتج ده بيجيب لي ارباح او بيجيب لي عائد بدون اي مجهود مني. لكن الوظيفة هي المجهود بتاعها مستمر.
طول ما انت في الوظيفة فبالتالي بتبذل مجهود، فبالتالي بتاخد مرتب. طيب انا لو مثلا مريض لفترة معينة، مثلا الشغل ما قدرش يستحملها، خلاص ما يقدرش يستحمل فترة الغياب دي كلها، فكان لازم يستبدلك عشان خاطر الراجل صاحب الشركة او الراجل اللي احنا بنشتغل معاه، فخلاص لازم شغله يمشي، فهيضطر يستغنى عنك. فحياتك المالية، حياتك المادية هتهتز، الاستقرار ده هيهتز. هل مثلا انت بتقولي اسيب الوظيفة؟ ابدا، ما تعملش كده. ما تعملش كده بدون خطة واضحة وبدون خطة مدروسة وبدون احتياطي. على الاقل 6 7 شهور يكون عندك بكامل المرتب بتاعك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي راجل باخد 5000 جنيه مثلا، باخد 5000 جنيه. 5 في 6 شهور، 5000 جنيه في 6 شهور يعني 30000 جنيه. ده الاحتياطي بتاعي يوم ما اقرر ان انا اسيب الشغل، ولازم يكون عندي خطة هعمل ايه خلال ال6 شهور دول. فانا مش بدعو خالص انك تسيب المصدر الثابت اللي عندك او الشغل بتاعك من اجل انك تسعى ورا حاجة انت مش عارف هي ايه، ولسه ما عندكش الوعي المالي الكافي عنها، او الطريق بتاعها هيبقى عامل ازاي، وامكانياتك انت كمان. فما تاخدش المخاطرة دي، انت ما تهدش اللي انت بنيته، او ما تهدش مستقبلك القريب الكام سنة اللي جايين من اجل شيء بالنسبة لك انت مجهول. انت ما تعرفش الطريق ده عامل ازاي او الامكانيات المطلوبة عشان تقدر تنجح في الطريق ده. فلازم يكون عندك خطة واضحة يوم ما تفكر تسيب الدخل الثابت او الوظيفة الثابتة وتروح للطريق بتاع الحرية المالية، او الطريق ايا كان هما بيسموه ايه، الاستقلالية، الاستقلال المادي، الحرية المالية. كل المصطلحات دي هي مصطلحات رنانة شوية، بنحبها احنا وعشان بنسمعها كتير، لكن الطريق ليها هو طريق صعب جدا جدا. ناس كتير دخلت ومعرفتش تكمل وحياتها اتدمرت خالص. وفي ناس كمان الديون كترت عليها، وفي ناس فعلا حالتها النفسية تعبت خالص بسبب ان ما عندهمش خطة مدروسة واحتياطي يكفيهم ويغطيهم 6 7 شهور، ده على الأقل يعني. فما تخشش المخاطرة دي. لكن احنا بنكون الوعي المالي اللي عندنا عشان خاطر بعد كده ناخد القرار اي طريق نمشي فيه، او حتى ان احنا خلاص قررنا ان احنا نبطل من الطريق ده ونروح للطريق ده عن وعي. ده اهم شرط، عن وعي. لكن ما تخشش طريق وانت مش عارف عنه اي معلومة او اي اتجاه. فطريق الحرية المالية هو طريق مختلف خالص عن طريق الغنى. مش شرط انك تكون مليونير وتكون حر ماليا، ومش شرط انك تكون حر ماليا ومعاك ملايين في البنك. لا، هي كلها مقاييس بتختلف من انسان للتاني. انا بالنسبة لي الحرية المالية ان هو مثلا يكون عندي دخل من مصدر انا مش ببذل فيه مجهود كبير، ببذل فيه مجهود مرة واحدة بس، والمصدر ده هو بيشغل نفسه وبيحقق لي عائد شهريا ولا سنويا. زي مثلا استثمار، زي مثلا عقار، عندي شقة مثلا بأجرها، عندي مبلغ في صندوق استثماري، فأنا مش محتاج أتعب في التفكير في الصندوق الاستثماري ده، ومش محتاج إن أنا أحلل بقى، مش زيه مثلا زي البورصة، مش زيه زي الاستثمار في البورصة. مثلا أنا بحط فلوسي في الصندوق الاستثماري ده، والصندوق ده بيجيب لي سواء العائد شهري أو العائد سنوي. أنا خلاص بقى عندي مصدر دخل، وبقى عندي وقت كافي إن أنا أنوع من الاستثمارات اللي عندي او من مصادر الدخل السلبية اللي عندي. انا راجل دلوقتي بشتغل في وظيفة، لازم عيني تبقى رايحة للاستقرار المالي، الاستقرار المادي، عن طريق الحرية المالية، مش عن طريق الغنى. اه، انت حر طبعا، عايز تختار طريق الغنى، لكن ما بيتهيأليش ان في وظيفة من المستوى المتوسط. اه، في طبعا وظائف ان مهندسين مثلا في مجال معين، او مثلا دكاترة في مجال معين، او مثلا فنيين في مجال معين، بيحققوا فعلا الغنى عن طريق الشغلانة بتاعتهم او الوظيفة بتاعتهم. لكن هنا اللي انا اقصده ان هو الوظيفة اللي بتاخد منك 8 ساعات، الشغل الروتيني ده، مفيش حد بيكون غني من الوظيفة دي. حتى لو كان غني فمش شرط ان هو يكون حر ماليا، لانه معتمد على الوظيفة بنسبة 100%. لو هو ما راحش الشغل فبالتالي المرتب ده مش هيوصل له. فهنا ده الفرق ما بين الغنى وما بين الحرية المالية. فانت قررت تكون ايه؟ انت قررت تمشي في انهي طريق؟
قررت تكون غني ولا قررت انك تكون حر ماليا؟ قررت طريق الغنى ولا طريق الحرية المالية؟ فانت سيد قرارك، ولازم تفكر 1000 مرة قبل ما تاخد اي طريق، لان ده هيتوقف عليه مستقبلك، هيتوقف عليه حياتك. ولو انت كونت اسرة وعندك اولاد، فبالتأكيد مستقبل الاسرة ومستقبل ولادك هيتأثر بشكل كبير من القرار اللي انت هتاخده النهاردة. فكر كويس واعمل دراستك، ويا ريت تتابع الفيديوهات اللي بتتكلم عن الوعي المالي، اللي بتتكلم عن الثقافة المالية. كون وعي مالي سليم عندك، وابتدي اختار بناء على إمكانياتك وقدراتك، هتعرف تستمر لحد فين، لأن الموضوع مش سهل. فقدراتك انت وقرارك انت وإمكانياتك انت هي اللي بتحدد كل الطرق دي هتوديك لحد فين. فهي اللي بتحدد النهاية بتاعت كل طريق من الطرق دي، سواء طريق الغنى سواء طريق الحرية المالية. كل ده متوقف عليك انت، كل ده متوقف على وعيك المالي. انا بشكرك جدا انك وصلت لاخر الفيديو. السلام عليكم.